هل فعلا دخلت كرة القدم السنغالية في أزمة داخلية كبيرة؟ هل الصراع القائم حاليا يتعلق فقط بالأموال والمكافأة؟ أم أن هناك أمورا أعمق من ذلك؟ من المستفيد؟ ومن المتضرر؟ والأهم، هل يمكن أن تؤثر هذه الأزمة على ملف محكمة التحكيم الرياضي؟ يبدو أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم يمر بمرحلة حساسة للغاية، مرحلة تتسم بتوتر داخلي وصراع على النفوذ أصبح واضحا للعلن ولم يعد خافيا. السبب الرئيسي لهذه الأزمة هو الجدل الكبير حول توزيع مكافآت كأس إفريقيا. إذا وصلت إلى هذه اللحظة من الفيديو فأنت من القلة التي تبحث عن الحقيقة وليس مجرد عناوين. في هذه القناة لا نقدم إشاعات ولنركض خلف الترن، بل نبحث، نحلل، ونعتمد على مصادر موثوقة لنقدم لك الصورة كما هي. كل خبر تشاهده هنا مبني على معطيات حقيقية وتحليل عميق بعيد عن التضليل والتهويل. إذا كنت تريد أن تبقى دائما في المقدمة وتعرف ما يحدث قبل الآخرين، فهذه القناة صممت لك. اشترك الآن وفعل الجرس، لأن القادم أقوى، والتفاصيل التي لا تسمعها في أي مكان ستجدها هنا. حيث خرجت مجموعة مكونة من 16 عضوا من اللجنة التنفيذية، والذين يطلق عليهم المتمردون، وبدأوا ينتقدون طريقة التسيير الحالية. هذه المجموعة تؤكد أن القرارات المهمة، خاصة تلك المتعلقة بالأموال، يتم اتخاذها بشكل فردي من طرف عبد ليفل دون أي تصويت أو موافقة جماعية من اللجنة التنفيذية. وهذا ما خلق حالة من الغضب والتوتر داخل الاتحاد. المعطيات التي كشفتها مصادر إعلامية، من بينها جريدة الأوبزرفاتور، تتضمن تفاصيل صادمة، حيث حصل بعض المسؤولين على مبالغ مالية كبيرة رغم أنهم لم يكونوا ضمن الوفد الرسمي للمنتخب. التفاصيل التي زادت من حدة الجدل هي أن 5 مسؤولين على الأقل حصلوا على حوالي 13 مليون فرنك سيافي لكل واحد، أي ما يعادل 23,000 دولار، تحت مسمى جائزة الأداء، دون أي تصويت أو موافقة رسمية. وليس هذا فقط، بل إن بعضهم حصل أيضا على مكافأة استثنائية قدرها 50 مليون فرنك سيافي، أي ما يعادل 80,000 دولار، ممنوحة من رئيس الجمهورية، ما جعل مجموع ما حصل عليه البعض يتجاوز 60 مليون فرنك سيافي، أي ما يعادل 100,000 دولار. وهنا بدأ الحديث عن غياب العدالة، وأن التوزيع لم يكن متوازنا، كما وجهت اتهامات بوجود قائمتين مختلفتين، قائمة رسمية وأخرى خاصة باللجنة التنفيذية، وكل واحدة تعتمد نظاما مختلفا للتعويض، وهو ما عمق الشكوك أكثر. أسباب التصعيد: الخلاف لا يتعلق فقط بالأموال، بل أيضا بطريقة التسيير التي أصبحت توصف بغياب الشفافية، إضافة إلى منح مكافآت لأشخاص خارج الإطار الرسمي. وما زاد من تعقيد الوضع هو أن الرئيس رفض استقبال هذه المجموعة المعترضة وقام بتحويلهم إلى الأمين العام، وهو ما فسر على أنه إهانة وعدم احترام. وبعد فشل جميع المحاولات لحل المشكلة داخليا، قرر هؤلاء 16 عضوا إخراج القضية إلى الإعلام، ليتحول الخلاف من مشكل إداري إلى أزمة مفتوحة قد تهدد استقرار الاتحاد بالكامل. بعض الأصوات داخل اللجنة تصف الوضع بأنه على حافة الانفجار، وأن الأمور قد تتعقد أكثر في أي لحظة. والأخطر من كل ذلك أن هذه الأزمة تأتي في توقيت حساس جدا، حيث يوجد ملف كبير معروض أمام محكمة التحكيم الرياضي بخصوص النزاع مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والقرار الذي أنصف المغرب ومنح له اللقب
بمعنى بسيط، الاتحاد السنغالي لا يدافع فقط عن ملف خارجي، بل يعاني أيضا من انقسام داخلي واضح، وهو ما قد يؤثر على قوة موقفه. الآن يبقى السؤال الأكبر: هل هذه الأزمة الداخلية مجرد سحابة عابرة وستنتهي؟ أم أنها بداية انهيار داخل أحد أقوى الاتحادات في إفريقيا؟ هل سيتم احتواء الصراع؟ أم أنه سيتصاعد أكثر؟ والأهم، هل سيكون لهذا الوضع تأثير مباشر على القرار النهائي لمحكمة التحكيم الرياضي؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف الكثير من الحقائق، لكن المؤكد أن ما يحدث الآن ليس أمرا عاديا، وقد يغير الكثير من المعطيات في المستقبل القريب. لا تنسوا الاشتراك في القناة، دعمكم يحفزني كثيرا لأستمر.